النهارده مش هقول لك كلام عام عن الدايت، هقول لك خطة إنقاذ بسيطة تبدأ من دلوقتي. لازم نعرف إن الفرق الحقيقي بيجي من طريقة الفطار ونوعية الأكل، وطبعا كميته، توقيت النشاط أو الحركة، والأهم كمان الفيدنج ويندو أو نافذة الأكل، وهنقول عليها حالا دلوقتي. بعد ما اتعود على الصيام وحصل ثبات في الوزن أو يمكن زيادة كمان، لازم نغير التكتيك بتاعنا عن طريق 4 قواعد أساسية. القاعدة التانية: وقف كارثة السكر السائل زي العصاير المتحلية بالسكر والمشروبات الغازية والمصنعة والمشروبات الرمضانية المشهورة، لأنها بترفع الأنسولين بسرعة وبتقلل استخدام الدهون كمصدر طاقة. لو عايز تنزل وزنك بجد، ابدأ بتقليل السكر السائل من النهار. الألياف هنا وظيفتها إنها تفرمل السكر وتحافظ على هرمون النمو عالي طول الليل، وده هو الهرمون السحري اللي هينحت جسمك وانت نايم. ودلوقتي هقولك على المشروب السحري اللي تاخده على السحور علشان تسرع النتائج في الكام يوم الجايين بإذن الله. حاول تطبق القواعد دي وشوف تأثيرها بنفسك في العيد إن شاء الله.